اكتر 5 دول عربيه حفظا للقران الكريم، والمركز الاول مش هيخطر على بالك. في المركز الخامس الاردن، عدد الحفاظ هناك مش قليل، ووزاره الاوقاف الاردنيه اعلنت ان في عشرات الالاف بيتخرجوا كل سنه من مراكز التحفيظ المنتشره في كل المحافظات، وده بيخلي الاردن ضمن اكتر الدول حفظا للقران الكريم. في المركز الرابع المملكه العربيه السعوديه، بلد الحرمين عندهم الاف المدارس والمراكز اللي بتركز على تحفيظ القران وبتعمل مسابقات ضخمه زي مسابقه الملك عبد العزيز الدوليه، وده بيخلي عدد الحفاظ هناك بمئات الالاف. في المركز الثالث مصر من اقدم البلاد اللي اهتمت بتحفيظ القران الكريم، وفيها ملايين الحفاظ المنتشرين في القرى والنجوع، ووزاره الاوقاف بتقول ان سنويا بيتخرج الاف الحفاظ الجدد. في المركز الثاني المغرب، اليونسكو صنفت المغرب كواحده من اوائل الدول في عدد الحفاظ، والعدد بيتخطى 1.5 مليون حافظ، وده بيرجع للتقليد المغربي المعروف بتحفيظ القران من الصغر. اما المركز الاول فاللقب بيروح لدوله ليبيا بيسموها بلد المليون حافظ، والارقام بتقول ان 1 من كل 5 ليبيين حافظ للقران الكريم، وده طبعا رقم ضخم مقارنه بعدد السكان، وده اكبر دليل ان القران دايما حاضر في قلوب العرب ومش بيتنسي.